الرئيس تبون يغلق لعبة الدومينو ويقتل الأحجار في أيدي أصحاب شعار أين الرئيس تبون. يقتل أحجار الدومينو في أيدي أعوان المخزن ممن يعيشون بطالة سياسية، فتجدهم يبحثون على قشة البعير لكي يتشدقوا بها ويتمسكوا بها لصناعة رأي عام. وللأسف استطاعوا أن يقنعوا أنفسهم، لم يقنعوا الجزائريين، بدليل بأنه لا يوجد جزائري إلا القلة القليلة جدا من رفع هذا الشعار أين تبون. لأنه نعلم بأنه مدة 12 يوم أو 15 يوم أو الرئيس تقريبا هو آخر ظهور له كان في 4 أوت في اليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي في نادي الجيش، ليست مدة كافية لكي نقلق عليه، لأن الدستور الجزائري يعطي مهلة 45 يوم. 45 يوم من ثم تبدأ فعلا التساؤلات مشروعة. ولكن أن يغيب الرئيس 12 يوم يا جماعة، وأي رئيس دولة في العالم تأتيه مدة في السنة يغيب فيها عن الأضواء بسبب التزام، بسبب عطلة، بسبب أو بدون سبب، يغيب. ولكن هؤلاء الذين عملوا لنا فيلم هوليودي، والبعض يقول لك عندي المعلومة الحصرية خلص والسرية من مصدر موثوق بأن الرئيس تبون موجود في ألمانيا وفي برلين قاعد يداوي عند أطباء، والأطباء قالوا له ما تدخلش للجزائر ولازم لك فترة نقاهة ما معينة، فبالتالي أكسجين الجزائر هو خطر عليك فلا تذهب، وأكسجين برلين هو الأحسن لك. والبعض يقول لك بأن هناك مؤامرة وهو محاصر من طرف فلان ضد فلان لكي لا يأتي إليه فلان، وبالتالي فلان فيلم هوليودي بامتياز. وهؤلاء كانوا يوهمونكم بأنهم يملكون المعلومة والله العلي العظيم أتحداهم أنهم كانوا يملكون نصف ربع معلومة. لم يكونوا يملكون أي شيء سوى الكذب. وأنت كذاب 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 كذاب، يا من قلت أنه في هانوفر، يا من قلت بأنه في برلين أو في ألمانيا أو في بوسفر أو لا أعرف أين. كذاب، أنتم كذابون، بدليل أن الرئيس تبون اليوم موجود. ولا أقول الصورة توضح بأنه في صحة جيدة، مثلما ظهر في 4 أوت الجاري يظهر بنفس الحالة، ليس هناك آثار فعلا أنه مريض أو كان مريضا أو غير ذلك، أو حتى إذا كان مريض أين المشكلة؟ هل الرئيس لا يجوز له أن يمرض؟ هل الرئيس لا يجوز له أن يذهب في عطلة مثلا؟ أو لا أعرف هذا المنطق. فهؤلاء أعوان المخزن هم مصنفون تقريبا لثلاث أصناف. كاين صنف لعبها بأنه عنده معلومة وعنده السرية وعنده الحصرية وقاعد قاعد يكذب على الناس. وهناك من يعلم بأنه يكذب، يدري بأنه كذاب، ولكن مستمر في الكذب. هكذا ديدنهم الكذب، محاربة الجزائريين بالكذب، بإغراق الجزائريين بالإشاعات. ما نخلوش الجزائريين يتنفسوا، كل مرة نجيبوا لهم حاجة جديدة، هذه لازم تفهموها. إغراق الجزائريين بالكذب حتى انت ترجع ما تصدقش. كل مرة يجيبوا لك معلومة تولي ما تغربلش، أصلا ما تغربلش المعلومات، يولي ما عندكش الوقت باش تغربل، فبالتالي تولي تصدق مباشرة. وصنف آخر يعيش بطالة سياسية، قاعد في بيته أو في المكتب أو كذا حتى يبقى فقط في الساحة. اليوم الرئيس تبون مع القيادة العليا في البلاد، قيادة عسكرية، قيادة أمنية، وقيادة مدنية سياسية. الوزير شفنا وزير المالية، وقام بمجموعة من القرارات سنقوم بها في الفيديو اللاحق.
فهؤلاء أعوان المخزن ونظام المخزن الآن عليكم أن تسألوا أين محمد السادس. هذا هو السؤال المنطقي. محمد السادس الذي لا يظهر إلا من عيد العرش ولا البطش ولا العطش ولا لا أعرف. هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يكون. السؤال ينبغي أن يكون: هل فعلا المملكة أو المهلكة هي في زوال مثل ما قالت لوموند؟ هذه هي الأسئلة الجوهرية التي يجب أن يطرحها اليوم أعوان المخزن والمخزن على أنفسهم. ليس شعار أين تبون، ليس يعني تقلقوا على الرئيس أكثر من الجزائريين. لاعبين أنتم تقلقتوا عليها أكثر من الجزائريين. شكرا لكم.